نسال المهندس محمد، لان في برضه اتهام موجه للتجار ان سبب الغلاء هو جشع التجار واستغلالهم للمواطن ورفع الاسعار بدون مبرر. رد حضرتك على الكلام ده ايه؟ التجار الجشعين دي الشماعه اللي بتتعلق عليها كل حاجه. احنا يمكن دكتوره سعاد كنا موجودين مع بعض بنحط الاسعار الاسترشاديه من حوالي ابتديناها من سنتين يمكن يا دكتوره تقريبا، وقعدنا فتره كويس. تم استدعائنا في وزاره التموين، وكنا بنعمل كل اسبوع كل خميس اسعار استرشاديه لكل حاجه. كانت لجنه قويه جدا من تجار جمله لتجزئه لحمايه مستهلك لوزاره الزراعه لمجمعات النيل، لجنه على اعلى مستوى. كنا بنقعد. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ما هو مش عارفين، بنقعد وبنتخانق. كنا بنقعد وبنتخانق وبنقول لا السعر ده يبقى من كذا لكذا، السعر ده يبقى من كذا لكذا. ده عندك في الجمله قد كده، بتحط له هامش ربح قد كده، المفروض انه يتباع قد كده. كويس. الاسعار الاسترشاديه سئلت سؤال اياميها، هل في ناس ماشيه بيها؟ في ناس ماشيه بيها لغايه دلوقتي. لا اياميها. بس مين اللي ماشي بيها بقى؟ هي دي الفكره. احنا عندنا مشكله، ودي اللي لازم نشتغل عليها. اتكلمنا في الكلام، المشكله ان احنا بنتكلم كتير قوي وبنطلع بنتائج وبنطلع بحاجات ما بتتنفذش. على سبيل المثال، انا النهارده عندي نوعين من البياعين التجزئه. في نوع ولو قلنا الاثنين بيكسبوا كل يوم 100 جنيه. في نوع بيبيع 100 كيلو ويكسب جنيه في الكيلو، وفي نوع تاني بيبيع طن ويكسب 10 صاغ. انا احب اشجع اللي بيبيع طن ويكسب 10 صاغ طبعا، لمصلحه المستهلك والمصلحه اللي بيزرع عشان ما فيش حاجه تضيع. كويس. والمصلحه كل ده. اقدر اعمل ده امتى؟ لما اعمل تنافس. اذا وجد التنافس الاسعار لازم تنزل. يعني انت شايف ان في احتكارات في بعض السلع موجوده؟ اكمل لسعادتك. كانت الفكره يا جماعه اعملوا اسواق تجزئه مجمعه. النهارده الراجل الخضر او الفاكهه التجزئه اللي بيبيع لوحده بيبيع بمزاجه، وانت عشان جنب بيتك بتجيب منه. انما لما يبقوا 50 واحد جنب بعض، كل واحد بيولع في نفسه عشان يبيع، ده بينزل، ده بيلعب على الكواليتي. المنافسه هي اللي بتخدم المستهلك في الاخر. يمكن كانت فكره اتكلمت فيها مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق، وكان في وجود الدكتور خالد حنفي. قلت له يا فندم حل الموضوع ده في اسواق تجزئه مجمعه. وقدمنا ساعتها مشروع. قلت له احنا مقدمين على مشروع 124 فدان خلف سوق الجمله بتاع 6 اكتوبر، يتعمل فيه مشاريع كتير جدا، منهم سوق تجزئه مجمع. يبقى انا عندي سوق الجمله جنبي سوق التجزئه. المواطن اللي مش هيقدر يتعامل مع سوق الجمله هيجي يتعامل مع سوق التجزئه. ميزه ان سوق التجزئه يبقى جنبي النولون اللي هو النقل. كويس. لو النهارده لان دي بقت مشكله تانية كمان، حته الاسواق العشوائيه اللي منتشره جوه محافظه الجيزه، الشلايش. للجمله قرار محافظ امنع جميع الاسواق الجمله الا في 6 اكتوبر. زي القاهره ما هي في العبور. احنا عندنا القرار للاسف مش مطبق، ودي مصيبه. يعني دي مشكله الدوله يا فندم، ليها دور كبير في الموضوع. يعني لو هم يقدروا يعني يقننوا المساله ويبقى تجار الجمله في 6 اكتوبر وتجار الجمله في سوق العبور، الامور هتختلف. على حاجه، تخيلي حضرتك انت عندك 20 سوق جمله متوزعين على محافظه الجيزه مثلا. كويس. لو ال20 سوق دول اتجمعوا في سوق واحد، العرض هيبقى عامل ازاي شكله؟ صح. العرض عالي، فالطلب هيبقى كويس، السعر هينزل. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ودي هو يمكن الحقيقه يعني نظريه العرض والطلب دي، يعني اللي هي نظريه السوق الحر. كويس. اكمل ساعتك بقى في حته بس دي. اكمل بس الفكره. احنا بنشوف في اي حته في الدنيا اي سلعه الاسعار بترتفع وتنخفض، يعني لكن ما فيش اسعار بترتفع بس. احنا عندنا في مصر لا بترتفع يعني في مصر وبتنخفض. منظمه الفاو العالميه اصدرت تقرير مؤخرا قالت ان اسعار السلع الغذائيه